النجاح شيء مش صعب، ولكنه بيتطلب مجهود وريسك وتضحية، ودي حاجات أغلبنا ما بيعملهاش. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. ينسون تاني يعني اتذكر ان جدي الله يرحمه كان كل ما اقول له انا بحب اشرب اليانسون يقول لي ينسون ولا يتذكرون. هي قالش قديمه بس ده جدي، فهو بيقولها من ايام ما كانت جديده. يلا الله يرحمه. 27 من أغسطس، كوكب زحل متعامد مع الشمس في أقرب نقطة ليه من الأرض، تقدر تشوفه أوضح من أي وقت تاني، ودي هي مراسم الكون للاحتفال بعيد ميلادي ال25. استغفر الله العظيم يا رب، أنا حاسس إن في إلحاد سيكا في الكلام، فمسحها ولا أعمل إيه مش عارف. المهم، السلام والرحمة يا رب صبحنا وربحنا وسامحنا لو قلنا حاجة غلط. 25 سنة على وجه البسيطة، ربع قرن، سن مميز كده، فاهم؟ تحسه رقم مقفول، مميز من حيث الشكل ومن حيث التأثير كمان، لأن علميا سن ال25 هو الوقت اللي بيكتمل فيه نمو العقل. وفعلا النهاردة غير امبارح تماما. مش قصدي النهارده اللي هو 25 وامبارح كنت 24، لا مش كده، قصدي الماضي والحاضر. الماضي غير الحاضر، افكاري من فتره غير افكاري النهارده، فاهم قصدي؟ ولذلك قررت ان اعمل الفيديو ده عن 10 قناعات اتغيرت في اخر كام سنه من عمري. رقم 1، التمرد والتحرر فكره غبيه. طول فترة المراهقة كنت دايما متضايق جدا من القيود اللي محطوطة علينا من الأهل بقى أو من المجتمع أو من الدراسة، الأساتذة والناس اللي حوالينا. كنت بكره الروتين وبكره المواعيد، ولكني مع شوية تفكير وشوية وقعات خدت فيهم على دماغي أدركت إن كل الحاجات دي مش قيود ولا حاجة، بالعكس القوانين هي ناتج تجارب ناس اتسحولت فيها فحطوا قوانين تمنعها عشان الأجيال اللي بعد كده تتفادى الوجع بتاع السحولة تاني. من الآخر هي حاجة محطوطة عشان تحميك مش أكتر. رقم 2، النظام والروتين شيء مهم جدا. أنا كنت شغال في مجال الفن، ومجال يتعارض تماما مع الروتين والنظام وكل الكلام ده. أنا مبدع، راجل فنان، ما ينفعش تقول لي بالليل ولا الصبح ولا مواعيد ولا معرفش إيه. الحياة البوهيمية ممتعة، ولكن ده كان ظاهريا بصراحة، لأن التجربة العملية أثبتت لي أن بسبب البعد عن النظام اتدمرت نفسيا وجسديا. نفسيا من حيث ان انت بتكتئب كتير لانك في اوقات كتير بتكون فاضي فيها، وفي اوقات بتسحل نفسك فيها وما عندكش حاجه، فدماغك بتسيح في اماكن مش تمام فبتكتئب. وجسديا لان في فترات برضو كتير فراغ، وفترات كتير كنت بتقعد فيها على السرير بدون اي حركه، ما كانش في روتين للحركه بتاعتك ولا للشغل ولا للنزول ولا للخروج ولا الحاجات دي. فدلوقتي ما شاء الله 25 سنه وعندي مشاكل في عظم جسمي زي راجل عنده 50 سنه. رقم 3، محدش يقدر يغير العالم. كان عندي قناعة ان انا بدرك حاجات مختلفة وفي حاجات غلط كتير الناس بتعملها، وبحس ان هم مش واخدين بالهم ان هم بيعملوها، فكنت متأكد ان انا لو قلتها لهم هيغيروا من نفسهم وهيبقوا احسن. لحد ما ادركت ان ده كلام فارغ، لان اللي انا ادركته ده في ناس تانية ادركته وقالوا لهم الكلام ده، وناس سقفوا لهم قالوا لهم ايوه انتوا عندكم حق وبتاع وما اعرفش ايه، ما غيروش حاجه في الاخر، فضلوا زي ما هم. وده منطقي جدا لدرجه ان انا نفسي احيانا بقول حاجات اللي هو ده الصح يا جماعه وده الغلط وانا لسه بعمل الغلط. فمن الاخر مفيش مشكله انك تنصح الناس وتحاول تساعد، بس ما تستناش لحد ما التغيير يحصل، لان التغيير ده ممكن ياخد وقت طويل قوي وممكن ما يحصلش، وده شيء هيحبطك جدا. 4، النجاح شيء مش صعب، ولكنه بيتطلب مجهود وريسك وتضحيه، ودي حاجات اغلبنا ما بيعملهاش. ببساطة أنا دخلت مجالات كتير وشفت ناس كتير حواليا بتحاول، وكنت مع الناس اللي حاولت. كلنا تقريبا كنا مقتنعين إن إحنا عاملين اللي علينا وزيادة، وفي الحقيقة إحنا كنا بنضيع وقت قليل جدا جدا في الشغل، وقت أطول كتير في النواح والصياح بالنياه إحنا ليه مش متقدرين. وكنا مهتمين بجزء معين من الموضوع زي الجزء الفني مثلا، ولكن كنا مهملين الجزء التسويقي وإننا نوصل للناس، وده بسبب إن إحنا ما بنسعاش فيه أصلا، فالسعي ما كانش بالشكل المناسب، فكان طبيعي ما نوصلش. ده غير فكرة التضحية. لما يجي لي واحد النهاردة يقول لي ده أنا دافع 2000 جنيه عشان أمول الشغل بتاعي، لما تبص على النماذج الناجحة هتلاقي إن بعضهم حرفيا كان مستعد إن هو يتنازل عن كل ما يملك عشان ينجح، كان واخد الريسك حياته، وبعضهم دمر حياته الاجتماعية في رحلة الوصول للنجاح. فتيجي أنت تقول لي أصل أنا دافع 2000 جنيه من دمي الحي، طب بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ رقم 5، الإيمان بالغيب والبعد شوية عن المنطق.
أنا شخص كنت دايما بحسبها بالمنطق وبالورقة والقلم، 1 زائد 1 بيساوي 2، ولكن في الحقيقة التجربة العملية أثبتت لي إن مش كل حاجة بتمشي كده. في قدر إلهي، في حاجات بتحصل لك وإنت مش مدرك إيه حكمتها دلوقتي، ممكن تدركها بعدين وممكن لأ. في حاجات أنت ممنوع منها ومتحرمة عليك وإنت مش شايف أي سبب منطقي لده، ولكن أول ما بتبطلها بتحس إن في فرق نفسيا وداخليا جواك كبير جدا. ودي حاجات أنا اكتشفتها كلها بالتجربة العملية، وده مضايقني شوية لأني دايما نفسي أوصفها للناس بطريقتي اللي هي معتمدة على المنطق، ولكن الموضوع ما فيهوش حاجة ملموسة أقدر أوصفها. لازم تقرب وتجرب بنفسك عشان تحس بالفرق. بص، اسمع. 喜欢订阅和分享。 دي أحد أصدقائنا من الصين الشقيقة بالمراسلة، مش جوجل ترانسليت خالص. المهم بتقولك اعمل لايك وسبسكرايب وشير، يلا بقى ما تكسفناش قدام الأجانب. 6. الشغف والحب وهم من صنع الإنسان. بصراحة جريت ورا حاجات كتير بحبها واتنزلت عن حاجات كتير جدا، مش همشي زي ما كل الناس بتمشي هجري ورا اللي أنا بحبه، وحققت نجاح. ولكن جت عليا فترة ووقفت، حسيت بالإحباط، حسيت بالملل، وده كان شيء غريب بالنسبة لحاجة أنت بتحبها. وبعد اكتئاب طويل قررت إن أنا أمشي ميري، أعمل الحاجة بنظام معين حتى لو ما بحبهاش. بعد كام شهر كنت طلعت إنتاجيا حاجات قد اللي أنا عملتها في سنين بحب أو بشغف أو الكلام ده. وساعتها أدركت إنك لو فضلت دايما بتجري ورا الشغف هتمل وهتعطل، لكن لو كنت ملزوم بديدلاين مثلا هتكمله للآخر وإنت مخنوق عشان ما يحصلكش مشكلة. الاتنين هتتضايق فيهم شوية، ولكن على الأقل التانية فيها نتيجة بنجاح في الآخر. 7. إنك تكون بتفهم في حاجات كتير مش دايما شيء مفيد. التوهان. 7 صنايع والبخت ضايع. فعليا أنا واقف في منطقة صعبة جدا بسبب إن أنا اوريدي حطيت الأساس لكذا بيت، ودلوقتي معايا الطاقة إني أبني بيت واحد، فمتسحول أبني أنهي بيت. ومن المشاكل برضو إني لما ببني في ده فبزهق منه، فبقول قشطة أنا هروح أبني في اللي جنبه، فبضيع وقت كبير جدا. على عكس الشخص اللي بيكون مركز في حاجة واحدة، لو عطل في يوم هيكمل، لأن الموضوع بالنسبة له حياة أو موت، ما عندوش بديل. فببساطة هو بيتحرك خطوات أسرع مني بكتير. وعمليا لما تبص لسوق العمل هتلاقي إن الشخص المالتي تاسكر موجود وشغال وكل حاجة، بس الشركات الصغيرة هي اللي بتهتم بالنقطة دي عشان عايزة توفر فلوس، إنما الشركات الكبيرة بتهتم بالتخصص. تعال نصرف فلوس أكتر على ناس أكتر، ولكن كل واحد مركز في شغلانته وجايب آخرها ألفة في شغلانته. 8. رأي الناس مش مهم قوي. أنا عندي مشكلة لأن أنا دايما بركز في رأي الناس، بيأثر فيا نفسيا. من فترة حصلت لي مشكلة كبيرة قوي في الشغل بسبب إشاعة طلعت عليا وناس كتير قوي صدقتها. الموضوع كان متعب بالنسبة لي لدرجة إن اكتئبت الكام شهر. كنت خايف أطلع من الناس وخايف من التعليقات اللي هتجيلي وخايف إني معرفش أتعامل معاها. لكن لما خرجت من الاكتئاب ده لقيت ان ناس كتير جدا نسيت الموضوع، واللي لسه فاكر هم مش مؤثرين بالنسبه لي في حاجه. هم غالبا اصلا كانوا بيكرهوني من قبل الموضوع ده، ولكن بالنسبه لهم الموضوع ده كان ايه، زي حاجه يمسكوا فيها. ولما كملت لقيت ان قشطه مفيش حاجه، انا لسه شغلي بينجح ولسه الناس بتفهم ولسه كل حاجه بتحصل طبيعي. ما اكدبش عليكم الموضوع لسه بيضايقني، بس اقل من الاول بكتير، بالذات لما تبقى مدرك ان الناس بتختلف على كل حاجه، حتى ربنا اختلفوا عليه، هيتفقوا عليك انت؟ 9. أنا مش دايما صح. عارفين يعني في حتة إيجو كده موجودة عندي، نرجسية، ثقة بالنفس، كوكتيل كده كان بيخليني دايما عايز أعمل اللي في دماغي وخلاص. ولكني بعد شوية وقت اكتشفت إن ده مش دايما صح. اكتشفت ده بالطريقة الصعبة لما وقعت على دماغي كذا مرة بسبب قرارات أنا اتخذتها والناس ما كانتش موافقة عليها. ما اكذبش عليكم الإيجو ما انتهاش ولسه دماغي صارمة قديمة، بس زي ما تقولوا كده ظهر جوايا شخص تاني، جزء مني لما الإيجو بيشتغل بيديله على دماغه، بيحاول يراجع وراه. فهتلاقيني دايما في الاول كده بروح رامي النرجسية بتاعتي وبعد كده بجيب ورا. 10. الهدف من الحياة مش الاستمتاع وإنما الاختبار. طول الوقت الأفلام والإعلانات بتوجهك لفكرة عيش حياتك وانبسط، هي الدنيا معمولة ليه غير عشان تتعاش؟ وده منطقي بالنسبة للتجار اللي بيبيعوا لك سلعة، هم عايزينك لا مؤاخذة زبون، ولا مؤاخذة كلنا زباين، والمشكلة إن إحنا اشترينا. لكن مثلا لما تبص لكلام ربنا هتلاقي إن آدم نزل للأرض مطرود ومعاه عدو لعين اسمه الشيطان. يعني إحنا جايين هنا متعاقبين ومع ألد أعدائنا. منين بقى كل الكلام ده وتقول لي إحنا جايين عشان ننبسط؟ هو مفيش مانع إنك تنبسط، بدليل إن ربنا نفسه محلل لك حاجات كتير عشان تنبسط من خلالها، ولكن ده معناه إن الانبساط هو الشيء الفرعي، إنما الأساس هو الاختبار واللي هتتحاسب عليه في يوم من الأيام، وعشان كده المفروض يكون له الأولوية. مشكلتنا إننا بقينا بنسعى ورا السعادة، سواء عن طريق الفلوس، سواء عن طريق الأمان، الحب، الألعاب، الجنس، في كل حاجة، وده بالنسبة لي مش منطقي. وبس كده.
أفكار كتير اتغيرت، ولسه غالبا في أفكار أكتر هتتغير في المستقبل. ومن هنا نلضم في حكمة من رباعيات جاهين برضو: فارس وحيد جوه الدروع الحديد، رفرف عليه عصفور وقال له نشيد، منين منين والفين لفين يا جدع؟ قال له من بعيد ولسه رايح بعيد. وعجبي. وفي النهاية لو قلت حاجة عجبتك يبقى الثواب ليا، ولو قلت حاجة ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. من الآخر هي جمعية ودايرة والكل مستفيد.